لما المحامي بتاعك يقول لك لازم تيجي تحضر معايا الجلسة بشخصك، يبقى تسمع كلام المحامي وتروح تحضر الجلسة بشخصك. بلاش تستنصح، بلاش تشغل دماغك وتقول له اصل انا لو جيت معاك الجلسة هتحبس، اصل انا كنت راكب ميكروباص وكان في واحد قاعد جنبي وقال لي اوعى تروح، ولا معرفش كان مين شغال عندنا في البيت وقال لي اوعى تروح. هم هيعرفوا احسن من المحامي بتاعك؟ الجنح المستأنفة لازم المتهم يحضر بشخصه لو الحكم حبس وكان محضر شرطة، فانت لازم تسمع كلام المحامي وتحضر بشخصك. خايف تتاخد من المحكمة تقضي العقوبة؟ ما هي ليها 3 احتمالات، يا اما تروح المحكمة ويتأيد عليك الحكم، يا اما الحكم يتعدل ويتخفض، يعني لو انت واخد سنة سجن مثلا يتعدل يبقى شهر، او الحكم يتلغي خالص تاخد براءة. انت كده عندك 3 احتمالات. ولو هي قضية من اللي ينفع فيها تصالح والخصم هيجي يتصالح لك، يجي يتصالح لك قدام القاضي. مفيش فيها تصالح وهو عاوز يتصالح لك، يجي يغير اقواله قدام القاضي. لكن لو سيادتك ما رحتش بقى، انت ما عندكش غير احتمالين. الاولاني ان كده انت خلاص خدت الحكم بقى نهائي وهتنفذه، الحكم اللي انت واخده كله في اول درجة، لا عندك بقى فرصة انه يتعدل او ولا انه يتلغي. والاحتمال التاني ان القضية يكون فيها تصالح وانت واثق ان الخصم هيجي يتصالح لك. اما لو ما كانش فيها تصالح، حتى لو الخصم عايز يتصالح لك مش هينفع، لان القضية ما ينفعش فيها تصالح زي السرقة مثلا، فما كانش قدامك حل غير انك تحضر في الاستئناف ويجي يعدل عن اقواله.